الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية قال لهم، خاطب الشعب الإسرائيلي، قال لهم أنتوا مستعدين تروحوا لنقطة اللا عودة؟ هو كان بيخاطب الشعب الإسرائيلي عشان عارف إن نتنياهو مجنون وحكومته مجنونة، عشان كده صعد الموضوع للشعب الإسرائيلي، قال لهم أنتوا عايزين نوصل لنقطة اللا عودة؟ لأن إحنا لو وصلنا للنقطة دي ما فيهاش، أنتوا هتفضلوا 24 ساعة في حالة حرب، هنحط كل الأسلحة بتاعتنا على حدودكم، هنقدر نصيبكم ونضربكم ومش تقدروا تصدوا. انتوا اصلا منهكين وداخلين في صراعات مع اليمن، ايران، قطر، لبنان وسوريا، كل دول اصلا مستنيين ان انتوا تخشوا في الصراع مع الجيش المصري عشان ينزلوا يدبوا فيكم. فهل يا شعب يا اسرائيلي انت عايز توصل مع المصريين اللي عاملين معاك اتفاقيه سلام بقى 50 سنه، هيجي نتنياهو المجنون اللي بيبلبع حاجه والله ويبوظ كل اللي احنا بنبنيه ده؟ اكيد لا، مش منطقي يعني. طب فرضا نتنياهو بلبع حاجه من اللي بيبلبعها وقال لك لا طز في الشعب، انا هخش يعني اخش، انا هستهدف الطيران المصري والدفاع الجوي المصري، فبالتالي اقدر ادخل الطيران بتاعي يحمي لي قواتي وكل الجنود بتاعتي اللي هتخش وتضرب الدشم ديت، والجنود بتوعي يعدوا بامان وسلام. انا عايز اقول لك ان ده لو حصل، حتى احنا يا جماعه احنا مش في